كابتن نادر داود، ألا ترى أنه من الناحية الفنية ممكن ستكون هناك بعض الصعوبات لحكيم زياش؟ يعني السنوات الأخيرة الحقيقة لم ينجح في الدوري القطري مع نادي التحيل، قبلها حتى مع جالاتا سراي. يعني الحقيقة نهاية التجربة مع جالاتا سراي لم تكن كأفضل ما يكون، يعني لاعب خرج يعني فري، يعني بدون اموال تقريبا بالنسبه لجالاتا سراي، باعتبار عدم حاجه هذا النادي لحكيم زياش. الحقيقه ممكن السنوات الاخيره مقلقه بالنسبه لجماهير الوداد في هذه العوده. القاب عديده في الدوري الهولندي، الدوري التركي، تشامبيونز ليج، كاس العالم للانديه، تقريبا يعني وصل للقمه في مسيرته، لكن لم يحافظ على هذا الاستقرار في القمه مثل ما فعل صلاح او رياض محرز او غيره. وبالتالي العوده الان، هل سيكون حكيم زياش بنفس الرغبه، بنفس ذلك الشغف، بنفس الروح والبذل والعطاء للبروز وتقديم الافضل؟ صعب جدا. انا عندي زوج تجارب، سوف اذكر تجربتين للاعبين مهمين. جونوبي ميكيل يعني كان موجود في الكويت الكويتي، يعني لما اتحدث عن جونوبي ميكيل كنت اتفرج عليه في البريمير ليج في الدوري الانجليزي، وقتها قلت ان شاء الله تكون نهايه كل اللاعبين مثل البدايات، لانه شتان بين ما شاهدته على ارض الواقع في نهايه مسيرته واللاعب الذي شاهد. كذلك مبوكاني لاعب الكونغو الديمقراطيه كان مهاجم ممتاز كذلك في البريمير ليج، لكن لما قضى معايا موسم كامل يعني فرق كبير. اللاعبين لما يبلغوا سن معينه ويكونوا في النهايات تكون صعوبه جدا ان يكون بنفس التاريخ والماضي، لانه كره القدم جاهزيه آنية حينيه وعطاء وبذل واستعداد. وعرج على ما قاله ربيع في يعني طباع لاعب زياش. هل انه لما سيتم تغيير زياش او يكون على دكه البدلاء، هل سيتعامل مثل ما نشاهد حاليا مع نور الدين مرابط لما يتم تغييره في الدوري المحلي؟ كيف سينصهر زياش في مجموعه والرصيد البشري للوداد؟ ونحن نعرف ان هذا اللاعب بعض الاحيان يقوم ببعض ردود الافعال في تقريبا في كل الفرق التي مر بها. اعتقد ان الاضافه الفنيه لن تكون حاصله بالنسبه لزياش مع الوداد. انا نفسي تفاجأت سيف ذو حدين، خاصه على مستوى جاهزيه هذا اللاعب. الاكيد بانه تقريبا غيابه منذ بدايه الموسم، لم يكن لديه نادي، تراجع مستوى ممكن في الفترات السابقه وفي المحطات اللي مر بها. والاكيد طبعا سوف ننتظر يعني الجاهزيه هذا اللاعب متى ستكون، وبالتالي الوقت الذي سيتم إشراكه ضمن الفريق. كذلك أنتظر كذلك توظيف هذا اللاعب، أين سيتم توظيفه، لأنه نور الدين أمرابط كأقصى اليمين، هو يلعب كأقصى اليمين. هل سيكون ممكن تغيير مركز حكيم زياش ممكن إلى صانع العاب، لأنه مواصفاته هو الأقرب في رأيي الشخصي. وعلى مستوى الاسم يبقى يعني لا أحد يشك في مواقفه، خاصة وأن هذا اللاعب صراحة كان في أوج عطائه، واختار أن يمثل المغرب عوض أن يمثل المنتخب الهولندي رغم المضايقات، رغم العديد من الأشياء، لكن اتخذ هذا القرار. وبالتالي الأكيد في رأيي الشخصي، أنا عن نفسي الشخصي لا يمكن أن أنسى هذا، لكن على المستوى الفني أكيد بأنه كما قلت سيف ذو حدين، نتمنى أنه يكون مفيد لفريق الوداد البيضاوي في الأيام المقبلة. قبل ما نمشي مع عودة الأسماء المغربية للدوري المغربي، وهل ممكن هذه النهضة تساهم في عودة بعض النجوم مع كابتن رفيق حليش؟ نكمل من الناحية الفنية مع كابتن نادر داود. ولو أنه على فكرة أنا انشاط الرأي بالنسبة لحكيم زياش له مواقف إنسانية كبيرة، يعني الحقيقة له مبادئ وله مواقف ممكن أثرت حتى على مسيرته الكروية الحقيقة، ولكن ثابت في مبادئه وثابت في مواقفه. كابتن نادر داود، ألا ترى أنه من الناحية الفنية ممكن ستكون هناك بعض الصعوبات لحكيم زياش؟ يعني السنوات الأخيرة الحقيقة لم ينجح في الدوري القطري مع نادي التحيل، قبلها حتى مع جالاتا سراي. يعني الحقيقة نهاية التجربة مع جالاتا سراي لم تكن كأفضل ما. الحدث الأبرز في الكرة المغربية والأفريقية، الوداد يضرب بقوة ويخطف نجما من طراز عالمي حكيم زياش، لكن هل هذه الصفقة هي بالفعل صفقة القرن التي تمنتها الجماهير، أم أنها بداية النهاية لمسيرة نجم كبير واحد الدافع؟
الحقيقي؟ هل زياش مضطرع؟ للوداد دعونا نتوقف عن العواطف ونبدأ بالنقد البناء. لصالح الوداد صفقة فائزة. الوداد حقق مكسبا تسويقيا وفنيا هائلا. تخيلوا قوة الدعاية وارتفاع سقف الطموحات في دوري أبطال أفريقيا. الوداد يقول للمنافسين: نحن هنا ولدينا نجم عالمي. لصالح زياش الجانب المظلم، يجب أن نكون صريحين. زياش يمر بفترة عدم استقرار بعد رحيله عن الدحيل. هذا الانتقال يبدو ملاذا آمنا أو محطة إنقاذ لضمان الجاهزية قبل كأس الأمم الأفريقية 2025 بالمغرب. نجم بحجم زياش لو كان في أوج عطائه لكان مستقبله في إيطاليا أو إنجلترا، وليس بالعودة إلى الدوري المحلي. السؤال النقدي: هل هي عودة بحب أم عودة اضطرارية لإعادة شحن البطاريات؟ إذا التحدي الفني: إبداع زياش في ملعب الوداد. زياش فنان في التمرير والاختراق، لكن هل الدوري المغربي سيخدم إبداعه؟ صدمة التكيف. البيئة في البطولة الوطنية مختلفة. الملاعب قد تكون أقل جودة، ومستوى التنظيم التكتيكي للفريق المنافس قد يكون أقل تطورا، مما يعني أن اللعب يكون أكثر بدنية واحتكاكا وعشوائية. في أوروبا زياش كان يمرر لنجوم يفهمون الكرة بتكي. في الوداد قد يحتاج زملاؤه لجهد إضافي لفهم ذكائه الكروي. هذا قد يولد إحباطا فنيا لدى زياش. ضغط المنقذ. الجماهير لا تتوقع منه أداء جيدا، بل تتوقع منه المعجزات والأهداف الحاسمة في كل لقاء. هذا الضغط الهائل على النجم العالمي قد يتحول إلى سيف ذي حدين إذا لم تأتي النتائج سريعا ومقنعا.